المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. وزارة الصحة تعلن حالة شفاء واحدة من بين المصابين بكورونا. دعوة لمساهمة المواطنين للدفع بالتنمية الخضراء. الإرثيون في كندا يتبرعون ب 650 ألف دولار للتصدي لوباء كورونا. تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب خلاف على المناصب الوزارية. فنزويلا تعلن القبض على 39 فردا لتورطهم في محاولة الغزو. وسفينة حربية أمريكية تبحر بمضيق تايوان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة شفاء حالة واحدة من بين المصابين بفيروس كورونا من الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر المركزي الوطني، وقد أرسل إلى منزله اليوم 15 من مايو. وكانت 38 حالة إصابة قد تم شفاؤها سابقا، ليصل إجمالي شفاء مرضى فيروس كورونا إلى 39 حالة شفاء من مجمل 39 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليغادر جميع المصابين المستشفى. وكما تم توضيحه خلال الأسبوع الماضي، فإنه رغم أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن مبشرة، لا يمكن الاستهانة والاستكانة بها حتى تختتم التحاليل الطبية الجارية للتعرف على انتشار المرض في البلاد، ويجب تطبيق التعليمات الحكومية الصادرة باهتمام. وزارة الصحة 15 من مايو 2020. دعت وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية في بيان مشترك لمساهمة جميع المواطنين للدفع بقوة للتنمية الخضراء. وقال البيان الصادر بمناسبة 15 من مايو اليوم الوطني للتنمية الخضراء: لقد مضت 15 سنة منذ انطلاق أنشطة التشجير وتطوير المحميات وحماية التربة وحفظ المياه وتنمية الحياة البرية واستخدام موقد أدحنة قليل استهلاك الوقود وإقامة الأندية الخضراء، مشيرا إلى أن التقييم يوضح بأن التحديات التي رافقت النجاحات كانت كبيرة. وأوضح بأن الحملة الخضراء أسهمت كثيرا في التوعية بحماية الأشجار والحيوانات البرية وترسيخ ثقافة التشجير وتوعية الطلاب عبر الأندية الخضراء لحماية البيئة، وإن تكاثر الحيوانات البرية من نجاحاته البارزة. وأشار إلى أن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في مساقط المياه والمزارع، وكذلك نشر موقد أدحنة، رغم أنه لم يكن بالمستوى المأمول إلا أنه أظهر تقدم، مؤكدا بأن اقتلاع الأشجار من كبرى التحديات. ونبه البيان المشترك لوزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية لمواصلة قوية وواسعة لأنشطة التشجير وإصلاح مساقط المياه والدفع بتوسيع وتطوير المحميات ونشر موقد أدحنة قليل استهلاك الوقود واستئصال قطع الأشجار وإقامة الأندية الخضراء في كافة المؤسسات التعليمية. تستمر التبرعات الشعبية لصندوق التصدي لوباء كورونا، وأفادت المعلومات الواردة من السفارات والبعثات الدبلوماسية ووزارة الصحة بأن عمال وزارة الخارجية قدموا مبلغ 540 ألف نقفة، وعمال البنك التجاري يضيفون لتبرعهم السابق مبلغ 50 ألف نقفة 574,284 نقفة، وعمال سلطة الغابات والحياة البرية 512,414 نقفة، وعمال أفريكان أساي لابراتوريس 8,706 دولار أمريكي، ومجتمع دندن 10,000 نقفة. وتبرعت 3 ضواحي في مدينة جندع ب30 ألف نقفة بمعدل 10,000 لكل منها، وأصحاب بساتين ضواحي جندع 30 ألف نقفة، ومجلس أوقاف جندع 5,000 نقفة، وكنيسة أبو نتخ هيمانوت 2,500 نقفة، ومربي أبقار الألبان في جندع 10,000 نقفة، ومختلف مؤسسات جندع 20 ألف نقفة، وضاحية دونغولو 3,000 نقفة، وإدارة بلدة قحتيلا 10,000 نقفة، وضاحية لعيتن 9,280 نقفة، وضواحي نفاسيت وعتشومة ومباتكلا ومتكل أبيت 5,000 نقفة لكل منها،
وضاحية شباح 9000 نقفة، ودماس 6000 نقفة، وفيشي مرارة 7000 نقفة، وما حبار 13000 نقفة، وأعضاء الجبهة عمال الحكومة 24280 نقفة. وفي مديرية سجنيتي تبرعت ضاحية بركيتو ب4555 نقفة، وعد غونسي ب6000 نقفة، ومعربة 7000 نقفة، وميأحة وعد قيح وعد طويرة، وكذلك جمعية منتجي الألبان في سجنيتي وجمعية مربي النحل أبا حني 5000 نقفة لكل منهم. وقدمت مؤسسة فوتو بتلوليم برودكتس في إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة ب50,000 درهم، وثلاثة إريتريين في دبي 20,000 درهم، وإريتريون في الرياض يعملون في الشاحنات ب10,000 ريال، وستة مواطنين في الرياض يسمحون بالإقامة المجانية لشهرين وثلاثة أشهر لمستأجري منازلهم في أسمرة ودباروة وكرن. كما سمحت أسرة من أمستردام الهولندية بالإقامة المجانية لشهرين لمستأجري منزلها في أسمرة، وأخوين من نفس المدينة لمنزلهما في بلزة ل3 أشهر. واصل الإريتريون المقيمون في كندا مبادرات تنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا، وقدموا هذا الأسبوع 175 ألف دولار ليصل إجمالي تبرعهم ل 650 ألف دولار. وأفادت الأنباء الواردة إلينا بأن المركز الثقافي في راجينا وضواحيها قدم 3000 دولار، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في راجينا وضواحيها 1000 دولار، ولجنة الاحتفالات الوطنية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مونتريال 5907 دولار، وأمهات مونريال 1000، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مونتريال 2000، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ويبينغ 5000، وشباب نحن وأهدافنا 5000، ولجنة الاحتفالات في ويبينغ 2000، واللجنة التحضيرية للاحتفالات في لندن أوتاريو 1677، والمركز الثقافي في مترو فانكوفر 3000، وأمهات دبر محرة كنيسة مدحن ألم الأرثوذكسية ضاحية ميساغا برامتون 1400، وأمهات جمعية جابر أوتاوا 2850، ومرسو أمير القديس ميكائيل للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في تورونتو 5000، وجمعية المقيمين سابقا في السعودية جمعية سمرت في تورونتو 5000، وجمعية الإريتريين الكنديين في أونتاريو وشباب كرة القدم في تورونتو 5000، ومواطن لم يرغب في ذكر اسمه 15,000 دولار كندي. وسمح عدد من المواطنين المقيمين في كندا بالإقامة المجانية لمستأجري منازلهم في أسمرة دابوند لسنة، وججرت ل3 أشهر، ومايتمناي لشهرين، ودباروا ل3 أشهر، وإيدن بيعلا برعد ل3 أشهر، ودعر قولوس لشهرين، ودنبسنبل ل3 أشهر، واستخدام منزل جوار مستشفى أوروتا لعمال وزارة الصحة ل4 أشهر. وقفة سادتي ونواصل الأخبار. أفاد بيان رسمي بأن تنصيب حكومة الوحدة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان مزمعا يوم الخميس تأجل إلى يوم واحد بسبب خلاف نشب في آخر لحظة بشأن تعيينات الوزراء. ومن المقرر أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا بموجب اتفاق ائتلافي مع بيني غانتس خصمه السابق في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط، قبل أن يتولى غانتس وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق المنصب. وجاء في بيان مشترك أن غانتس وافق على التأجيل من أجل منح نتنياهو مزيدا من الوقت لتوزيع المناصب الوزارية على أعضاء في حزبه ليكود، وينهي اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، وشهدت إجراء 3 انتخابات غير حاسمة.
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز اعتقال 39 فارا من الجيش الفنزويلي على الحدود مع كولومبيا، مشيرا إلى أن اعتقالهم يأتي في إطار محاولة غزو لفنزويلا تم إحباطها في وقت سابق. وأضاف أن الجيش يعتبر أن هؤلاء كانوا سيقدمون الدعم البري للمرتزقة الذين تم إحباط محاولة وصولهم إلى سواحل فنزويلا على الكاريبي في 3 و4 من مايو. لكن الجنرال بادرينو لم يوضح لماذا حاول هؤلاء الفارين 39 دخول فنزويلا بعد أسبوعين تقريبا من فشل عملية الغزو تلك، وبذلك ارتفع إلى 91 عدد الاعتقالات في إطار هذه القضية. قالت البحرية الأمريكية أن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان قبل أسبوع من تنصيب الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين لفترة ثانية وسط تزايد التوتر مع الصين. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وأثار الدعم القوي الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة ويشمل زيادة مبيعات الأسلحة أثار غضبها. كما توترت العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب تداعيات جائحة كورونا ونزاعات متعلقة بالتجارة. وقال الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إن المدمرة ماكامبل عبرت المضيق الذي يفصل بين تايوان وبر الصين الرئيسي، وعرض صورا لها أثناء المرور. وفي بكين قالت شاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين تابعت عن كثب مرور السفينة الأمريكية. حذرت الأمم المتحدة من أن وباء كوفيد-19 قد يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن الفيروس. وكان التركيز الأكبر على حماية الصحة الجسدية خلال الأشهر الأولى من الأزمة، لأنها تضع أيضا ضغوطا ذهنية هائلة على عدد كبير من سكان العالم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال رسالة عبر الفيديو أنه بعد عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في خدمات الصحة العقلية، فإن وباء كوفيد-19 يثقل الآن كاهل العائلات والمجتمعات بضغوط نفسية إضافية. وسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على الضغوط النفسية التي يعاني منها الأشخاص الذين يخشون من أنهم أو أحبائهم سيصابون أو يموتون بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.